بعد 8 أعوام في العسكر هناك عند ليفار ملوك العسكر يتقدم ليلبس الفانيلا الحمراء للوداد اللاعب وفرصة خطيرة وهدف أول. هدف أول الوداد، هدف أول الوداد من أول دقيقة، هدف أول الوداد من أول دقيقة عن طريق اللاعب فابريس. عندما في وقت الحديث عن استقبال الوداديين ليوسف القديوي يستقبل الشباك الأهلاوي لأحمد عادل عبد المنعم أول هدف للمباراة عن طريق اللاعب فابريس اونداما. مباراة في طابع ودي ممكن لكن في شكل رسمي، الوديات في غياب الأنصار والجماهير والحماس، ولكن في حضور الرهان الشامبيونز ليج تتكلم بقوة، وهدف ضد مجريات اللعب بمعنى في اتجاه معاكس بمعنى نيران الصديقة. أول كرة والمحاولة والفرصة وجول. أسرع هدف في دوري أبطال أفريقيا هذا العام وممكن من أسرع. شريف عبد الفضيل، شريف عبد الفضيل يسجل في مرماه. ترجع كرة خطيرة من دومينيك، فرصة كبيرة، النادي الأهلي عنده شانس وكرة والتعادل الأهلاوية. التعادل من العمدة. أي مباراة، أي مباراة تنطلق، أي إثارة، نتكلم عن أي لقاء معلق. مش ممكن، مش معقول، مش ممكن السيناريو المجنون في مباراة الحمراء يوين الأهلي القاهري والوداد البيضاوي. الله على بداية المباراة. أي إثارة، اي اثاره، هدف من هنا وهدف من هناك. شوف الكره وشوف اخطاء الدفاع في الانطلاق، يمشي قده، ترجع الكره العمده واللي بداها متعب، تتهيل دومينيك دا سيلفا، ترجع وتطيح قدام العمده ومتعب في الجول. واحد الاهلي، واحد الواك الوداد. حقيقه شكلها مباراه جميله جدا من مباريات دوري ابطال افريقيا المثيره. مخدومه ممتازه جدا من الاهلي، فرصه كبيره للفريق القاهري، التوزيعه والكره من متعب خطيره جدا، والحكم يقول ضربه جزاء. الحكم يقول ضربه جزاء، ضربه جزاء للنادي الاهلي، ورقه صفراء. سنرى الريبلاي، سنرى الاعاده. هنا خبره الاهلي، قوه الاهلي. يرجع هشام العمراني المنتدب الجديد في وسط الدفاع، الواك يرتكب خطا، يلمس الكره بيديه والحكم يعطي ورقه صفراء مع ضربه جزاء للنادي الاهلي. هذه الكره من سيد معوض، كره خدمه بليح، كره ممتازه، وهنا لمسه اليد كانت واضحه، هنا كانت واضحه من العمراني، قل التركيز، مشى الكره واضحه جدا، ما فيش كلام. الحكم متفطن وركله جزاء على الوداد البيضاوي. سيناريو حقيقه متقلب الادوار، متغير الادوار بعد بدايه ممتازه من الواك 1-0 في اقل من دقيقه. هنا الكاريزما بتاع النادي الاهلي يرجع يتعادل وعنده الشانس للهدف الثاني. قول عنده شانس لانه في شانس ايضا للمياغري ان يوقف كوره وائل جمعه. نعرف نادي المياغري ممتاز جدا على الكرات الثابته، وفرصه هنا من وائل جمعه يتقدم الثاني. الهدف الثاني رغم محاوله الحارس نادر، رغم محاوله المياغري الهدف الثاني. اذا هدفين للاهلي مقابل هدف للوداد، 3 اهداف في اقل من 22 دقيقه في منتصف الشوط الاول. 3 اهداف، الفرجه موجوده والاثاره موجوده في هذا اللقاء العربي، في صراع الكبار وصراع الزعامه للقلعه الحمراء بين النادي الاهلي ووداد كازابلانكا. هنا الاصرار من وائل جمعه اللي يسجل اولى اهدافه الموسميه في كاس الابطال. اذا هدفين لهدف. الاهلي كان ممكن يستفيد، ممكن نحكي ان الفورمه مازالت ما حضرتش للفرق الاربعه الحقيقه في هذه المجموعه، بينما كره ممتازه، كره خطيره جدا وفرصه، وهدف التعادل للوداد، هدف التعادل الواك، هدف التعادل من القناص محسن ياجور. في وقت الحديث عن الفورمه مازالت ما اكتملتش لرباعي المجموعه الحقيقه. المولديه، الترجي، الوداد والاهلي ماشي هذا مستواهم اعلى بكثير، ومع تقدم المنافسه ستزداد قيمه الفرق الاربعه في الجروب، ولكن الان تعادل مهم لفريق ميشيل دو كاستيل. متابعه ممتازه وشغل كبير من الاسمر، شغل كبير من اللاعب اونداما فابريس، يعمل شغل كبير في وسط دفاع النادي الاهلي، يتعدى السيد، يعمل الكروس والاوفر، وممتازه كما جات الجاز تكنيك، اللقطه الفنيه، التوازن بين الكوره والبدن بتاع ياجور والمحسن. يتعادل للوداد البيضاوي. 2 الواك، 2 النادي الاهلي عن طريق فتحي، احمد فتحي حل الكره في الرواق اليسار للسيد معوض، يمشي السيد يعطي باس وكرة بخطأ اخر من دفاع الوداد والصعبة، ودومينيك دا سيلفا وفرصة والكرة والهدف الثالث. الهدف الثالث من دومينيك، الهدف الثالث من دا سيلفا. خطأ فادح غير مقبول، غير مقبول. هذه الهفوات في دفاعات الفريقين، ومانويل جوزيه يتقدم من جديد. الوداد يقبل هدف ثالث. اهداف حقيقة غريبة وغريبة جدا
وفرحة الزملاء الإعلاميين بانتمائهم المصري وبتشجيعهم لممثلي مصر النادي الأهلي القاهري. 3-2 من دومينيك دا سيلفا. كرة دخلت في العمق، خرج باش يعمل اوفسايد، مش معقول. دومينيك يهرب امام المياغري، يتعدى ويحط اغلى هدف لاغلى نقاط في بدايه المشوار للنادي الاهلي حاليا. مش ممكن الدفاع الودادي، مش ممكن دفاع كازابلانكا. شوف الهدف الثالث، خاف من ضربة الجزاء نادي المياغري. نادي المياغري نعرفوه اكثر جرينتا في مثل هذا الكونتاكت مع المهاجمين، لكن هو خاف من بينالتي، حاول يفتك الكرة من غير فوت من غير خطأ، ولكن في الآخر محمد بن رابح تحط الكرة في وسط ميدان للوداد. إمكانية الشانس لفريق الوداد في آخر وقت، مش ممكن، فرصة وهدف التعادل. هدف التعادل الوداد القاتل في الدقيقة 88. هدف قاتل الوداد البيضاوي في الدقيقة 88. أي مباراة وأي إثارة، أي إثارة. هيتشكوك يحضر الليلة في القارة، يستدعيه السفير المصري والسفير المغربي لقمة إثارة كرة القدم في الكاف كومبيتيشن. 3-3 وبالكابوس المغربي وبالشاشية المغربية يتقدم الواك لثالث الأهداف. شوف الخطأ، تقريبا الهدف الثالث نتاع الأهلي. الهدف الثالث اللي سجله الأهلي هو الهدف الثالث، نسخة مطابقة الأصل اللي سجله الوداد. خطأ في الوسط، خطأ في عمق الدفاع، وشريف عبد الفضيل سجل هدف ضد مرماه ويرتكب خطأ حرمان الأهلي من نقاط الثلاث. حقيقة غير موفق اليوم عبد الفضيل، واخطاء بالجملة لدفاعات الفريقين. بالكابوس المغربي يا جور. 3 الوداد و3 النادي الأهلي. 3-3 مباراة كبيرة جدا.